كتب التفسير وكتب الحديث. أنا النص عندي هو القرآن اللي ربنا لما ختمه قال اليوم أكملت لكم دينكم، وما استناش البخاري يجي بعد 200 سنة. والله سأحاجج وما أتاكم في الرسول هذا فخذوه الصحيح المسمى صحيح البخاري. بص بقى عشان سأحاجج إن شاء الله في أرض المحشر. خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وحطها في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة، ثم نزى أي زنى بامرأة هذا الرجل. وبعدين تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ تعالى كمل مع حضرتك. تقصد انه جاي منين؟ من هذا التراث الديني. ما تحطوش بقى قصدك ان التراث الديني محتاج نظرة ومحتاج تنقيح. أنا لسه سريعا بس لأن وقتي سريعا خلص. كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف، باب الطهارة يقول صفحة 72 يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة، بيدرس في الأزهر. كلام ده على مسؤوليتي بيدرسوه في الأزهر. وبعدين نرجع نتكلم على فكرة على التسامح والتعايش وقبول الآخر. نكاح الميتة بيتدرس في كتاب الاختيار لتعليل المختار. لو حضرتك عايزه تعملي حلقات الرسول امر بالوضوء ده كمان بيقولوا يقتل المرتد. لا امر بالوضوء. حضرتك هو بيتكلم على انه في نصوص بيدرسوها طلبه الازهر اللي المفترض ان هم هيطلعوا يعلموا الدين الصحيح يعني للاجيال اللي جايه. بيدرسوا هذا انا لست بعالم، انا طويب علم. مش في علماء للازهر. العلماء اللي في الازهر مين؟ القرضاوي؟ القرضاوي ولا طلعت عفيفي ولا معظم الارهابيين؟ التي تدرس هيدرس هو شيء اولا كما تقول سورة